السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. افتتاح معرض الصور بمناسبة الذكرى الخمسين للمجازر الذي ارتكبه المستعمر الإثيوبي. صيانة الطرق الترابية بأفعبة تساهم في الحركة الاجتماعية والاقتصادية. فرع وزارة الصحة بشمال البحر الأحمر يناقش برامج العام 2025. واشنطن تتجه لتزويد الهند بمقاتلات وزيادة صادرات النفط والغاز. الصين وبريطانيا تتفقان على تعزيز التواصل الاستراتيجي والتفاهم المتبادل. أوروبا ترد بحزم على رسوم ترامب. افتتح حاكم الإقليم الأوسط السيد فساي هايلي اليوم 14 من فبراير معرض الصور بمناسبة الذكرى الخمسين للمجازر التي ارتكبها المستعمر الإثيوبي. ويشمل المعرض الذي يقيم أمام مبنى إدارة الإقليم الأوسط عرض صور للمجازر والانتهاكات التي ارتكبت من قبل جنود المستعمر الإثيوبي قبل 50 عاما، إلى جانب قائمة أسماء الضحايا والأفلام الوثائقية. وافاد أعضاء لجنة تنسيق المعرض السيد سامسون كفلي والرسام جدي جبر ميكيل أن الصور التي يتم عرضها أخذت من أرشيف شرطة إريتريا. ووضع حاكم الإقليم الأوسط السيد فساي هايلي ومسؤول الشؤون التنظيمية للجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد يوسف سايق والمدير التنفيذي لإدارة الإقليم الأوسط السيد زريتو اللبران قليل من الزهور تمجيدا للشهداء، كما قدمت مواد ثقافية بالمناسبة. وتفيد الأنباء الواردة أن المعرض سيستمر حتى يوم الأحد 16 من فبراير. ساهمت الطرق الترابية التي يتم صيانتها بشركة عدهال واحد وعدهال ثلاثة، والتي انجزت بواسطة الآليات من أفعبة ومصوعة من أفعبة إلى كرن في الحركة الاجتماعية والاقتصادية لمواطنو مديرية أفعبة. وأوضح المواطنون تمكنهم من تلقي خدمات المواصلات منه إلى أفعبة بذكر المعاناة والتكاليف التي كانوا يضطرون لتحملها بسبب سوء حالة الطرق المؤدية لمدينة أفعبة خاصة في الحالات الطارئة. وأكد المواطنون جاهزيتهم للمشاركة في أعمال الصيانة المستقبلية، مناشدين بصيانة الطريق الترابي بين قادم حليب وشعب. مدير مديرية أفعبة السيد محمد نور رجب أوضح بدوره إنجاز العمل الشاق والمكثف الذي يتم بمساعدة الآليات الثقيلة 160 كيلومترا في طريق مصوع أفعبة، بالإضافة إلى 60 كيلومترا في طريق أفعبة كرن حتى الآن، مما ساهم في حركة المواطنين والمركبات من وإلى أفعبة. ناقش فرع وزارة الصحة بإقليم شمال البحر الأحمر برامج العام 2025 بعد تقييم أعمال عام 2024 في اللقاء الذي عقده يوم 11 و 12 من فبراير الجاري بمصوع. وأشار مسؤول الفرع دكتور هينوك تكي في التقرير الذي قدمه إلى ارتفاع نسبة متابعة الأمهات للحوامل الصحية بنسبة 3%، وتزايد في عدد الأمهات اللائي يضعن في المؤسسات الصحية بنسبة 10% نتيجة بناء غرف انتظار الحوامل في 7 أماكن مختلفة بمبادرة المواطنين وتعاون وحدات قوات الدفاع. وأشار إلى تسجيل نسب عالية في حملات التطعيم ضد الحصبة بنسبة 94%، وتوزيع فيتامين ألف بنسبة 92%، واستعمال المواطنين لدورات المياه بنسبة 97% على مستوى الإقليم. كما تجري عمليات عيون بالتعاون مع مجموعة أطباء العيون السودانية البصر، عمليات قرنية العين ل 918 مواطن، وعمليات التراكم 20 مواطنا. وفي شرحه لبرامج العام 2025 المنشودة ذكر إنشاء مركز صحي في قرات بمديرية قارورة لجانب صيانة المباني المستشفيات المرجعية بمصوع وأفعبة، ومركز صحي في أماتري. وقدم في اللقاء مسؤولو الصحة بالمديريات ومدراء المستشفيات المرجعية تقارير أنشطة مؤسساتهم في عام 2024، موضحين التحديات والنواقص والمميزات التي شهدت عملية تقديم الخدمات الصحية بالتفصيل. وأشارت وزيرة الصحة السيدة أمنة نور حسين في كلمتها بالجهود التي بذلت الإنجاز التي سجلت، مشيرا إلى ضرورة إعادة تقييم البرامج التي تتناسب مع الخطة الصحية الوطنية وتلك الدولية، بتأكيد بذل الوزارة جهود دائمة لسد الثغرات المهنية والتقنية التي ترتقي بخدمات صحية متكاملة تضمن الصحة العامة.
وذكرت حاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرة برهان المبادرات التي قام بها المواطنين برهانا على وعي المجتمع الصحي المرتفع، كما تقوم وحدات قوات الدفاع بمساهمة فاعلة. دعا مدير مديرية السلع السيد إيلا محمد علي إدارات الضواحي والمؤسسات الحكومية والاتحادات الوطنية لتعزيز جهودها للدفع ببرامج التنموية المنشودة بمديرية السلع في اللقاء الذي عقد للتشاور حول برامج 2025 يوم السادس من فبراير الجاري. وأوضح إيلا أنه تم التخطيط لتنفيذ برامج تنموية واسعة تتماشى مع الأوضاع الحالية للبلاد، معربا عن أمله بإنجاز المخطط في الزمن المحدد بضرورة تعزيز الجهود المتكاملة بين الجهات المختصة والمؤسسات الحكومية والاتحادات بالمديرية. وأوصى المشاركون لوضع الأولويات في تنفيذ البرامج لمعالجة نقص المواصلات ووسائل الاتصالات والتي تشكل تحديات عديدة، مشيدين بالأعمال التي انجزت تضافر جهود الجهات المعنية ومبادرة المواطنين التي أثمرت بنتائج إيجابية في معيشة السكان. وحث مسؤول فرع التعليم بالمديرية الأستاذ ياسين محمد المعنيين وضع توفير الخدمات التعليمية على رأس الأولويات، بذكر أن وضع التعليم بمديرية السلع يحتاج إلى نظرة جادة. وقدم في الختام اقتراحات لاتخاذ إجراءات جادة للسيطرة على ظهور إصابات بالملاريا وزيادة مدى تغطية شبكة الاتصالات وحل مشكلة المواصلات العامة، بالإضافة إلى توسع خدمات الصحية وتوفير المياه الصالحة للشرب وغيرها من التوصيات. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على بدء محادثات رسمية للتوصل إلى اتفاق تجاري مبكر وحل الخلافات بشأن الرسوم الجمركية. كما تعهدت الهند بشراء مزيد من النفط والغاز والمعدات العسكرية الأمريكية إلى جانب تعزيز التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية. جاءت هذه التطورات بعد محادثات استمرت ساعات في البيت الأبيض بين ترامب ومودي، حيث سلط الرئيس الأمريكي الضوء على التحديات التي تواجه الشركات الأمريكية في الهند، مشيرا إلى أن الرسوم الجمركية الهندية قوية جدا، ما يعيق وصول الشركات الأمريكية إلى السوق الهندي. من جهة أخرى، أعلن مودي عن خطوات لتقليص الرسوم الجمركية الهندية على بعض المنتجات الأمريكية وزيادة الوصول إلى المنتجات الزراعية الأمريكية، مع الإشارة إلى أن المفاوضات قد توصل إلى نتائج ملموسة في غضون الأشهر السبعة المقبلة. وقال وزير الخارجية الهندي أنه من المتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاق في الشهور القادمة، مشيرا إلى أن الجانبان يأملان في التوصل إلى اتفاق أولي في مجالات التجارة بحلول خريف 2025. اتفقت الصين وبريطانيا على تعزيز التواصل الاستراتيجي والتفاهم المتبادل في أعقاب اجتماع عقد بين اثنين من كبار المسؤولين. وقد أشار وزير الخارجية الصيني ومستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء البريطاني وأمين مجلس الأمن القومي بالتحسن المضطرد والزخم السليم اللذان تشهدهما العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى الإنجازات التي تحققت في التعاون العملي. وقد اتفقا على اتباع توجيهات الاتفاقات الهامة التي توصل إليها زعيمي بلديهما، وتقوية التواصل الاستراتيجي والتفاهم المتبادل، واتخاذ الانفتاح والتعاون كموضوعين رئيسيين، واستكشاف سبل توسيع المصالح المشتركة من أجل دفع التنمية الصحية المضطردة والطويلة الأجل للعلاقات الصينية البريطانية. كما تبادل الآراء حول مسائل الأمن الاستراتيجي والقضايا الساخنة ذات الاهتمام المشترك. أكدت المفوضية الأوروبية ردا على إعلانات قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتحاد الأوروبي سيرد بحزم وفورا على أي رسوم جمركية أمريكية غير مبررة. وقالت في بيان: ترى المفوضية الأوروبية في سياسة الرسوم الجمركية المتبادلة التي اقترحها الرئيس ترامب خطوة في الاتجاه الخاطئ، والتي زادت من حالة عدم اليقين الاقتصادي وعطلت كفاءة الأسواق العالمية. ولا يزال الاتحاد الأوروبي ينتظر معرفة تفاصيل اقتراح ترامب الذي حدد الأول من أبريل موعدا نهائيا لتنفيذه. واستشهد ترامب بالحواجز في الاتحاد الأوروبي بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة كمثال على قواعد التجارة غير العادلة التي تسعى الولايات المتحدة للرد عليها حسب وكالة بلومبارغ نيوس. وقال ترامب في وقت سابق أنه قرر فرض رسوم متبادلة في تصعيد دراماتيكي لحرب تجارية دولية أطلقها منذ توليه منصبه في يناير
المنصرم. اندلع حريق في موقع بناء منتجع بمدينة بوسان في كوريا الجنوبية، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل حسب ما أفادت السلطات المحلية. وتمكن نحو 100 عامل من إخلال الموقع، بينما تم إنقاذ 14 شخصا آخرين باستخدام طائرة هليكوبتر من أعلى المبنى. وبحسب التقارير أصيب حوالي 25 شخصا آخر بجروح طفيفة. وفقا لمسؤولية الإطفاء، تمكنت فرق الإنقاذ من إخماد الحريق. من جهته وجه الرئيس بالإنابة تشو سانغ موك المسؤولين لنقل جميع الفرق والموارد المتاحة لإخماد الحريق بسرعة. عناوين الأخبار مجددا: افتتاح معرض الصور بمناسبة الذكرى 50 للمجازر التي ارتكبها المستعمر الإثيوبي. صيانة الطرق الترابية بأفعبة تساهم في الحركة الاجتماعية والاقتصادية. فرع الصحة بشمال البحر الأحمر يناقش برامج عام 2025. واشنطن تتجه لتزويد الهند بمقاتلات وزيادة صادرات النفط والغاز. الصين وبريطانيا تتفقان على تعزيز التواصل الاستراتيجي والتفاهم المتبادل. أوروبا ترد بحزم على رسوم ترامب. وصلنا إلى ختام النشرة، إلى اللقاء.